قصة عم حسين عبد المنعم ده راجل موجود فنان، هو موسيقار عاصر أجيال يعني عظيمة في الموسيقى، الأجيال الرائعة، الفرقة الموسيقية الكبيرة اللي كانت تصاحب يعني الكبار المطربين في مصر. عشق الموسيقى والفن، انتقل للأردن، مكث في الأردن لمدة 30 سنة. كان بيعمل مجموعة من الحفلات، وكان قاسم مشترك في معظم اللقاءات الخاصة بالجالية المصرية مع الأغاني بقى والموسيقى الجميلة المصرية. عم حسين ديت كان متواجد، بيبقى متواجد فيها. للأسف وقع، اتكسر، اخدوه وجريوا بيه على المستشفى. عمل عمليه اوليه، ولكن كانت هناك تبعات لهذه العمليه بعمليات يعني اخرى. هو الصوره اللي موجوده يعني قدامكم مع حضراتكم لعم حسين عبد المنعم. والعمليه الاولانيه دي محتاجه، كانت مشوار كبير جدا في العلاج بعد كده. وهنا بقى يأتي دور المصريين الجدعان في مساعدة عم حسين ودعمه، ولكن في حدود طبعا إمكانياتهم وقدراتهم العادية، لكن العمليات كانت هتكلف كتير جدا. طلبوا المساعدات من الجهات الأردنية، وجاء الرد سريعا. لم تتوالى الحكومة الأردنية لم تتوانى عن دعم هذا المصري المقيم على أراضيها، والحكومة الأردنية عملت الواجب، تم إصدار قرار موافقة بعلاجه على حساب الحكومة الأردنية. يعني هو طبعا صور زي ما انتم شايفين حضراتكم، هو بياخد جوائز مختلفة للموسيقى، وشخصية معروفة جدا خاصة في أوساط المصريين في الأردن. أحب أن أنا أشكر طبعا الحكومة الأردنية على ما قدمته من مساعدات ودعم لأحد المصريين المقيمين على أراضيها. وإن شاء الله يا عم حسين يعني تقوم وترجع يعني معافى، وترجع سالم غانم مرة تاني إلى جمهورك الحبيب من المصريين. وأحب أشكر المواطن المصري الأستاذ خالد التميمي وعدد من المصريين اللي قاموا بالمساعدة الكبيرة جدا لعم حسين. وما أكثر المصريين يا جماعة النوعيات اللي زي كده، يعني عند الشدائد بتظهر دائما معادن الرجال، وهم دول الرجال اللي دايما مع المعادن بتاعتهم معادن نفيسة، وبتظهر وقت الشدائد. خاصة الواحد لما يكون يعني مغترب، ولما يكون بره مصر وبعيد عن أهله، حتى لو قعد فترة طويلة جدا زي عم حسين 30 سنة، برضه اسمه مغترب، وبرضه ان اهله وعزوته كلهم موجودة هنا في مصر، فمهما عاش برضه هيكون مغترب ويرجع للوطن الام مصر بعد ذلك.